عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. رجعت معاكم كالعادة فيديو جديد وبنة جديدة، واليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا روس نوزيت نوغاتين، حاجة ياسر بنينة فوق ما تتصوروا. بكريمة واحدة عملنا الجاتو اللي تراو فيها هذية الكل، الباز متاعها الكل بالنوازيت. الجاتو هذيا ياسر بريزونتابل، ياسر بنينة وياسر مضخمة، ونجمو نعملوها في المناسبات اللي نحبوا عليهم الكل. يلا نمشيو مع بعضنا نشوفوا كيفاش باش نحضروها. اول حاجه باش نحضروها هي الكريم موسلين، وباش نستحقوا هوني 225 غرام اصفر متاع عظم. تنجموا تعملوا ما بين 8 و10 كعبات، انتم كبر الكعيبات متاعكم. انا هوني فصلت الاصفر على بيض، على خاطر الاصفر باش نحضروا به الكريم موسلين، والابيض باش نحضروا به الدكواز متاعنا. من بعد باش نستحقوا زايده 120 غرام انشي، 160 غرام سكر، السكر الحبيبات العادي، والسكر هوني راهو تنجموا تزيدوا ولا تنقصوا كما تحبوا انتوما. باش نستحقوا زيدا زوز سكر فانيي، يجيو الميزان متاعهم بالضبط 20 غرام. واخر مكون اللي هو لتر متاع حليب. وتعديت توا صبيت الحليب هذاك في كسرونه كيما تراو، وباش نحطو يسخن على النار حتى اللي قريب يوصل لمرحله الغليان. باش نضيف عليه زوز مغارف متاع سكر كيما قاعدين تراو، باش ما يعملناش هكا الطبقه متاع الحليب اللي تتعمل وقت اللي يغلي معانا. حركته شويه باش نهز نحطه على النار. وتعدينا توا باش نحضروا باقي المكونات. حطيت الاصفر متاع ضم، باش نضيف عليه السكر فانيي ونضيف عليه كميه السكر، وباش نقعد نخلطهم بالباهي بالباهي ونركضهم بالسياسه حتى لين يضاعف الحجم نتاعهم والعظم هذاك يبيض معانا. من بعد باش نجي نغربل النشا نتاعي كيما قاعدين تراو هكا، ونضيفوا الباقي المكونات. ومن بعد باش نبدا نخلط كيما قاعدين تراو هكا حتى لين يتمزج لي كل شيء مع بعضه، ويولي الخليط نتاعنا متجانس وهكا القوام نتاعو كيفاش لازم يكون. وفي الوقت هذا الحليب نتاعي ديجا سخن، وباش نجي نضيف شويه من الكميه نتاعو، اقل شويه مشطر. وفي المرحله هذيا راكم لازمكم فيسع تحركوا باش النشا هذاك ما يكعبرش معاكم. ومن بعد ما خلطت كل شيء مع بعضه وتحل الحليب هذاك مع باقي المكونات، جيت توا باش نرجعوا للكسرونه مع باقي الكميه متاع الحليب، وباش نعاود نحطها على النار، وباش نقعد نحركها مع كيما قاعدين تراو هكا التحريك المستمر حتى لين تعقد معنا. وهكا القوام نتاعها كيفاش لازم يكون. وهذا الكريم باتيسير نتاعنا كيفاش حضرت. وتوا ديريكتومون وهي سخونه باش نضيف لها 100 غرام زبده تكون بارده على الاخر، مازلنا كيف خرجناها من الفريجيدير، باش هكاك تتمزج معاها في ساعه من غير ما تسيب لنا هكا الزيت نتاعها وتفسد لنا الكريم نتاعنا. حركتهم بالباهي بالباهي، وهذا هي القوام كيفاش يكون نتاع الكريم باتيسير نتاعنا. وتوا باش نتعدى ديريكتومون نعبيها في المعون اللي باش نخليها تبرد فيه، باش نغطيها او كونتاكت بالفيلم اليمونتير هذايا كيما قاعدين تراو، ونحاول ما نخليش الهواء يدخل لها جمله باش هكاك ما تعملناش هكا الكوش اللي مش باهي من الفوق. ومن بعد باش نخليها تبرد على تمبيراتور امبيانت، وقت اللي اتوالي معانا بدرجة حرارة الغرفة، وقتها ندخلوها للفريجيدير ونخليوها مينيموم 6 سوايع حتى لين تتماسك معانا. وتعدينا توا باش نحضروا البرالينية. حضرت هوني 100 غرام نوازيت تكون محمرة، حضرت زادة 50 غرام سكر وزوز مغرف ماء. القاعدة تقول ديما السكر اشتر كمية البوفريوة. وتعديت توا في كسرونة حطيت السكر هذاك باش نضيف عليه كمية الماء، حطيتهم على النار وباش نخليهم حتى لين يوليو كراميل. وردوا بالكم تمسوهم بأي نوع متاع مغرفة تكون إينوكس ولا حتى لوح. وقت اللي تستحقوا باش تحركوهم حركوا ديريكتومون الكسرونه نتاعكم كيما باش نعمل انا هكا بالضبط. وهاكا توا اللون نتاعهم ابدا يتبدل والكراميل نتاعنا ديجا احضر. وتوا باش نتعدى نحطو ديريكتومون فوق النوازيت اللي حطيتها فوق بابي كويسون، حاولت حليتهم ورصفتهم بجنب بعضهم. حاولوا صبوا الكميه نتاع الكراميل على النوازيت الكل بخطوط متوازيه باش هكاك تلصق في بعضها ويتغلفوا الكعبات الكل بالكراميل هذاك. خليتها حتى لوين بردت، وجيت توا باش نكسرها كيما تراو هكا لطريفات صغار. ومن بعد باش نتعدى نرحيها كيما باش تشوفوا حتى الوين تولي معنا بات، وهكا البرالين نتاعنا يكون حضر. وتوا باش نتعداو نحضروا الفويتين. للفويتين نتاعنا باش نستحقوا 38 غرام ابيض متاع ضم، باش نستحقوا عليهم 38 غرام
متاع زبدة ذايبة، 38 جرام سكر محور، و38 جرام متاع فرينة. الوصفة هذيا راني حضرتها معاكم في فيديو وحدة، تو خليكم الرابط متاعو في صندوق الوصف، هكاك يكون اوضح وفيه اكثر التفاصيل. هوني حاولت نحضرها معاكم بسرعة باش ما نطولش عليكم الفيديو. وتوا تعديت باش نحط الابيض متاع العظم هذاك، باش نضيف عليه كمية السكر المحور، وباش نخلطهم بالبهي من بعضهم، ومن بعد باش نضيف عليهم كمية الزبدة، نواصل نحركهم. واخر حاجة بالطبيعة باش نحطوها هي الفرينة، وماذا بينا نغربلوها. هوني خليت لكم الميزان باش تشوفوا اللي الميزان متاع كل حاجة يكون 38 جرام بالضبط. وحضرت بحذايا طبيق حطيت عليه بابي كويسون، لصقتو البابي كويسون هذيك بالزبده في الطبيق باش ما يتحركش معايا. وتعديت باش نحط الميلونج اللي حضرناه بالشكل هذايا في الطبيق. حاولت نعمل خطوط متساويه ومتوازيه كيما تراو هكا بالبانسو هذايا، ومن بعد باش نتعدى نستويهم بسباتول كيما تراو هكا. وماذا بيكم حاولوا جودوا الطبقة اللي عملتوها على الاخر، ديجا كان قاعدين تراو كيفاش ترانسبارونت. والبابي كويسون هذاك ظاهر. توا باش ندخلها للفور على درجة حرارة 170 ما بين 3 و 4 دقائق، وردوا بالكم تغفلوا عليها على خاطر راهي في ساعة ما تتحرق. وهكا الفويتين متاعنا حضرت، وهذا شكلها كيفاش يكون. شوفوا قديش رهيفه وكيفاش تتكسر معنا فاسيلمون. فتفتها اتريفات جيدين هكا. وتوا باش نستعملوها باش نحضروا الكريستيون متاعنا. خديت منها بالضبط 50 جرام، خديت عليهم 50 جرام شوكولا بلون دو كوفرتور، ما خديتش الباتا غلاسي راهي ما تنجحش في الروسيت هذيا. خديت عليها زيادة 50 جرام من البراليني اللي كنا نحضروا فيه. وتوا حطيت الشوكولا متاعي وباش نهز نذوبها، وهذايا من بعد ما ذابت كيفاش ولات سايله معانا باش نجي نضيف لها البغاليني وباش نخلطهم بالبيهي. ومن بعد باش نبدا نضيف لهم الفويتين هذاك على مرحلتين حتى لوين يتخلط كل شيء مع بعضه، وهكا يكون الكروستيون متاعنا حضر. وباش نتعداو توا نحضروا بيه الشكل اللي حشنا بيه. خديت السيرسو هذا اللي باش نخدم فيه الجاتو متاعنا، من بعد صورت دائره بالبورتمين كيما تراو هكا. ومن بعد باش نقلب البابي كويسون هذاك، وباش نجي نحط الكروستيون اللي حضرناه، وباش نحاول نحلو كيما تراو هكا على شكل دائره. وهكا الكروسيون متاعنا يكون نحضر وجاهز باش نجمو نستعملوه. وباش نتعداو نحضروا النوغاتين متاعنا. حضرت هوني 100 جرام نوازيت كونكاسي بطبيعة تكون محمرة. حضرت معاها زيادة 50 جرام من السكر العادي، السكر الحبيبات. وباش نستحقوا معاها زيادة 50 جرام جلوكوز، والجلوكوز هوني راهو مهم باش الوصفة متاعكم تنجح معاكم. باش نستحقوا زيادة 50 جرام من الزبدة، والزبدة لازم تكون زبدة حيوانية، راهي ما تنجحش الروسيت هذية بالمارغرين. في كاسرونة توا تعديت حطيت كمية الجلوكوز باش نضيف عليها كمية السكر باش نخلطهم بالبهي حتى لوين يتخلطوا هكا مع بعضهم. ومن بعد باش نجي نضيف لهم كمية الزبدة ونواصل نحركهم بالبهي حتى لوين يتخلط كل شيء مع بعضه. وقت اللي يغلي ويوليو يعملوا فيك الكشكوشة هذيك على جنب وتذوب الزبدة متاعنا، وقتها باش نجي نضيف لها كمية النوازات الكونكاسية هذيا. وباش نقعد نحركهم بالباهي حتى لوين يتمزج كل شيء مع بعضه. العملية هذه راهي تدوم 3 4 دقائق 5 ماكسيموم حتى لوين يتخلط كل شيء مع بعضه ويبداو يعملوا هكا الفقاعات من جنبات. وقتها نكون حضرت بابي كويسون، نجي ديريكتومون نصب الميلانج نتاعي، نحاول نحلو شويه بسباتول. ومن بعد باش نجيب بابي كويسون واحد اخر وباش نبدا نحاول نحلو بالقلقال طبقه جيده على الاخر. الارتفاع نتاعها ما يفوتش 3 مليمترات، وهذا هي الارتفاع نتاعها كيفاش لازم يكون. وتوا تعدي ديريكتومون بالبابي كويسون هذاك حطيتها في طبيق وباش ندخلها للفور 4 5 دقائق. انتوما وسخانة الفور متاعكم وما تتحركوش من بحذاها، راهي في ساعة ما تحضر. وهيك حضرت معانا. وتوا باش نحاول نخرجها من طبيق كيما قاعدين تراو هكا، وفي ساعة باش نحاول نشكل بها دوائر. وراهو لازمكم في ساعة تشكلوا الشكل اللي حاجتكم بها، على خاطر راهي في ساعة ما تبردوا تولي صعيبة في انكم تشكلوها وتولي تتكسر معاكم فاسيلمون. كملت انا شكلت الدوائر متاعي كيما قاعدين تراو هكا، والباقي متاعهم باش نتعدى نكسروا ومن بعد باش نستعملوه في الجاتو متاعنا.
وتوا باش نستحقوا للبسكوي داكواز نوازيت متاعنا 350 غرام ابيض متاع عظم. ماذا بينا يكون بارد على الاخر، نخرجوه ديريكتومون من الفريجيدير قبل ما نبداو نخدموه. وريسيبيون اللي باش نخدموه فيه زاده واللي فوي اللي باش نركزوه بهم يكونوا باردين حتى هما على الاخر، باش نستحقوا عليهم 210 غرامات من البودر نوازيت تكون مرحيه رطبه على الاخر. وماذا بينا زاده نغربلوها 210 غرامات زادة سكر محور اللي هو السكر الرطب، باش نستحقوا عليهم 40 غرام السكر الحبيبات متاعنا العادي، نستحقوا زادة 85 غرام فارينة، وباش نستحقوا 50 غرام من النوازيت كونكاسي تكون جيدة شوية. النوازيت كونكاسي هوني راهي اختياري، تنجموا تضيفوها كيما تنجموا تستغنيو عليها. انا باش نضيفها باش تعطيني هكا تقرميشه البنينه في البسكوي داكواز متاعنا. حضرت هوني الريسيبيون اللي باش نركز فيه وحطيته قبل شويه وقت في الفريجيدير باش يبرد لي على الاخر. حطيت معاه لي فوي زاده، وهذا يا الابيض نتاع العظم اللي بطبيعه يكون بارد. حطيت معاهم رشه ملح باش تعاوني انه العظم نتاعي في ساعه يطلع والحجم نتاعو يتضاعف. واول ما باش يبدا يعمل الكشكوشه هذيك باش نبدا نضيف له في كميه السكر الحبيبات على مرتين ولا ثلاثه من غير ما نقصوا على التركيز. نضيفوا السكر هذاك على مرتين ولا ثلاثه، واحنا ديجا قاعدين نركضوا كيما تراو هكا حتى لوين تتكبس معانا المرانج سويس متاعنا وتعطينا هكا منقار العصفور. ولا زاده وقت اللي نقلبوا الريسيبيون كيما قاعدين تشوفوا هكا المرانج متاعنا ما تيحش هكا راهي وصلت للقوام اللي حاشنا بيه. وتوا باش نحطوا الابيض نتاع العظام متاعنا على جنب، وباش نتعداو نحضروا المكونات الجافه. جبت هوني سكر محور باش نغربلو باش هكاكا نضمن ان المكونات هذوكم من بعد ما يعملونيش هكا الكعابر. باش نغربل الفرينه زاده كيما قاعدين تراو، وباش نضيف عليهم كميه البودر نتاع النوازيت واللي ديجا انا كنت غربلتها وقت اللي رحيتها. توا باش نخلطهم بالباهي مع بعضهم، وكان فما كعبوره هوكا نحاول نحلها، ومن بعد باش نتعدى نضيفها للابيض نتاع العظم نتاعنا. وهوني باش نضمن لاخر مره اللي ما فماش كعابر باش نعاود وين نضيف المكونات الجافه للابيض نتاع العظام نتاعي نعاود نغربلو، وباش نضيفه على مرتين ولا ثلاثه كل مره نحط شويه ونبداو نخلطو كيما تراو هكا من اللوطه للفوق باش ما نطيحوش العظام نتاعنا هذاك. ونحاولوا نمزجوا بطريقه تكون سيسه باش هكاكا كيما قلت لكم ما نطيحوش الابيض نتاع العظام نتاعنا. وتوا باش يظهر لكم شويه اللي انا قاعده نزرب، اما راني مانيش نزرب بالكل، جست سرعت شويه في الفيديو باش ما يطولش عليكم. ومن بعد ما كملت خلط المكونات الجافه مع البيض نتاع العظم نتاعي كيما تراو هكا، باش نجي توا نضيف لهم ال50 غرام تاع نوازيت كونكاسي جيده على الاخر. هذه راهي اختياري كيما قلت لكم، تنجموا تضيفوها كيما تنجموا تستغنيو عليها. وباش نواصل نخلط حتى لوين ندخلها مع باقي المكونات نتاعي. ومن بعد ما نكونوا حضرنا الطبيق نتاعنا وحطينا فيه بابي كويسون، تجيو تصبوا الميلانج نتاعكم في طبيق يكون مستطيل ولا مربع اللي عندكم كيما هكا طبق العادي نتاع الفور. ومن بعد باش نحلوا كيما تراو هكا الخليط هذاك الكل على كبر الطبيق نتاعنا، نحاولوا نستويوه باش يكون عنده نفس الارتفاع من جهات الكل. نحركوه شويه شويه كيما تراو هكا باش تستوي لنا الطبقه الفوقانيه نتاعو. ومن بعد كيف باش ندخلوه للفور على درجه حراره 170 لمدة 15 دقيقة. وتوا ديريكتومون من بعد ما حضر وخرجت من الفور حاولت نحيلو الجنابات نتاعو من البابي كويسون، على خاطر ينجم يعاود يتلم البابي كويسون هذاك عليه وتجينا فيه هكا تكميشه. وهذا الارتفاع نتاع البسكوي نتاعنا اللي تحصلت عليه وقت اللي حطيت باقي الميلانج في الطبيق نتاعنا. جبت توا بابي كويسون حطيته على الوجه نتاع الدكواز نتاعنا باش نحاول نقلبها فيسع بالسياسه من غير ما نكسرها، باش هكاكا فيسع نجم نحيلها البابي كويسون اللي هي شاده فيه كما قلت لكم بكري باش ما تعاودش تتكمش معانا. جبت توا السيرسو هذايا وباش نحاول نشكل الدوائر اللي حاجتي بيهم باش من بعد نحضروا بيهم الجاتو نتاعنا. وما تخافوش كان باش يتيح عندكم برشا شويت، هاني باش نوريكم كيفاش نجموا نستغلوا الشويت هذاك. حبيت زيد نقول لكم كان حسيتوا سيرسو نتاعكم ماهوش ماضي وما قصلكمش البسكوي نتاعكم بالباهي تنجموا تجيبوا سكينه كيما هكا وتحاولوا تعاودوا فوقه حتى لين تنحيوا الداير سير هذاك اللي تحصلتوا عليه. نحي توا الشويت هذايا الكل كيما قاعدين تشوفوا، وهذوما لي بسكوي نتاعنا اللي تحصلت عليهم هذايا شكلهم كيفاش يكون وهذاك الارتفاع نتاعهم كيفاش جاي. اهوكم جاو شكلهم مزيان امورهم واضحه.
حبيت نوريكم باقي الدوائر زادة اللي تحصلت عليهم، يكون عندهم نفس الارتفاع وقت اللي تعملوهم بنفس الطبيق كما وريتكم، باش من بعد الطبقات متاع الجاتو متاعكم يجيو مزيانين. وتوا باش نوريكم كيفاش ما تخسروش الشويت متاعكم هذاك. جيت توا باش نحاول الصقهم لبعضهم بالشكل هذايا كما قاعدين تشوفوا. ماذا بيكم تحاولوا تشكلوهم كما كعبة البوزل باش هكاك تسهلوا على رواحكم. ومن بعد جبت السيرسو متاعي وباش نحاول نطبع في الوسط كما قاعدين تشوفوا هكا باش نتحصل على الدائرة هذيا اللي تشوفوا، باش نعاود فوقها بسكينة كما العادة. وهكاك تحصلت على الدائرة متاعي مشيت هذاك من غير ما خسرته كله. وهذه الكريم باتيسير نتاعنا من بعد ما بردت في الفريجيدير كومبليتمون قبل ما نبدا نستعملها هكا راني خرجتها من الفريجيدير حتى الوين ولات على تمبيراتور امبيانت باش من بعد ما تكعبرلناش وقت اللي نجيو باش نركضوها. هايكا تتكسر معايا فاسيلمون. صحيح هي شاده روحها اما زاده على تمبيراتور امبيانت. لازم زاده باش نستحقوا 400 غرام زبده تكون حتى هي بدرجه حراره الغرفه. هاكا في المجمل استعملنا 500 غرام زبده. كمية الزبدة كيفاش تعرفوها؟ تكون ديما اشتر كمية الحليب، يعني كان باش نستعملوا إترا متاع حليب نستحقوا عليها 500 غرام زبدة، والزبدة بالطبيعة تكون حيوانية. وبالطبيعة كمية الحليب اللي نحكي عليها هي اللي استعملناها في الكريم باتيسير باش نستحقوا زيادة كمية من البراليني. من بعد تنقل لكم بالضبط قداش استعملت. أكيد باش نستعمل ما بين 200 و 300 غرام أنا وقداش باش نستحق باش نوصل للمذاق اللي نحب عليه. وتوا تعديت حطيت الكريم باتيسير في ريسيبيون هذايا باش نتعدى نركضها. ومن بعد ما تحلت معانا الكريم ولات تريا كيما تراو باش نجي نضيف لها كمية الزبدة اللي لازمها تكون تريا كيما تراو هكا وتكون بدرجة حرارة الغرفة. راه لازم يكون القوام متاعها هكا باش من بعد وقت اللي تخلطوها مع الكريمة ما تولي لكمش كعابر وهكا تفزد لكم الكريمة متاعكم. وباش نبدا توا بسياسه بسياسه كل مره نضيف شويه من الزبده هذيك ونواصل نركز الميلانج نتاعو. ومن بعد ما كمل دخلت كميه الزبده الكل مع الكريم باتيسير نحيت شويه على جنب كيما تراو هكا تتراوني. من بعد شنو باش نعملوا بيهم وباش نجي للكميه الكبيره وباش نبدا نضيف لها كميه البراليني. ومن الاول راني باش نبدا نضيفولها على مراحل حتى لوين نتحصل على اللون والقو اللي حاجتي بهم. انا سبقت المراحل وقلت لكم اني انا استعملت 250 غرام بالضبط. وهذا الكريم موسلين براليني متاعنا من بعد ما حضرت كيفاش قوامها ولونها يجيو. وتوا جبت هوني 100 غرام شوكولا دو كوفرتور نوار. وهذا الكريم اللي نحيناها بكري على جنب. توا باش نهز الشوكولا متاعي نذوبها ومن بعد باش نرجع نوريكم كيفاش باش نستعملوها. وهذه هي الشوكولا متاعنا من بعد ما ذابت جيت ضفت لها كمية الكريم اللي عنا وباش نخلطهم بالباهي بالباهي مع بعضهم. وهذا هي القوام متاعهم من بعد كيفاش يكون. وتوا باش نستعملوا الكريم هذايا في الجاتو متاعنا. وتوا بسم الله باش نبداو نحضروا الجاتو متاعنا. حطيت شويه من الكريم كيما تراو هكا باش من بعد وقت اللي نحط الدكواز متاعي تشد وما تقعدش تتحرك باش نحلها شويه بسباتول. اكيد لازم. ومن بعد حطيت بابي كويسون على خاطر باش نحط الكريم ديريكتومون من غير ما نحط السيرسو. تو تعرفوا من بعد علاش حطيت الكريم كيما تراو هكا حليتها شويه بسباتول. وحطيت لي بابي كيما قلت لكم باش ما نمسخش السوكل هذاك بالكريم. وتوا جبت الكروستيون متاعي حطيته كيما تراو هكا باش ننزل عليه بسياسه جوست باش يلصق. وراني حطيت كوش خفيفه على الاخر من الكريم جوست باش لصقهولي. ومن بعد حطيت الطبقات هذوكم في وسط السيرسو متاعي حطيت فوقهم كوش من الكريم موسلين براليني كيما تراو هكا حليتها بالباهي بالباهي بسباتول. وجبت توا الطبقه هذيا اللي حضرناها من الديشي اللي قسيناها ولفقناها وباش نحطها كيما تراو هكا. بطبيعه الطبقه هذيا راهي ما نحطوهاش لا من الفوق ولا من اللوطه نحطوها في الوسط على خاطر ديجا هي ملفقه منظرها مش باش يكون مزيان برشا. ومن بعد باش نتعدى حتى هي نحط فوقها الكوش متاع الكريم موسلين كيما تراو هكا. وجبت توا حليتها بسباتول كيما تراو هكا باش نستويها والطبقات متاعنا من بعد يجيو مزيانين. جبت شويه نوغاتين اللي هروشته كيما تراو هكا وحطيته فوق الطبقه هذيك. وجبت توا الدكواز متاعي الطبقه هذه ثالثه حطيتها باش ننزل عليها شويه باش تشد في الكريم والنوغاتين هذوكم. وباش نتعدى توا كالعاده باش نحط فوقها كريم. اما المره هذيا باش نحطوا الكريم موسلين اللي عملناها بالشوكولا وباش نحلها كالعاده بسباتول حتى هي نستويها بالباهي بالباهي.
ومن بعد باش نحط فوقها شويه من الفويتين هذايا اللي حضرناه مع بعضنا وعملنا به الكروستيون، باش نرشوا طريفات صغار كيما تراو هكا، باش من بعد يعطيونا هكا تقرميشه المزيانه. باش نحط زاده شويه نوازيت كونكاسي، والطبقه هذيا راه اختياري تنجموا تستغنيوا عليها، يعني ما تحطوش لا فويتين ولا نوازيت كونكاسي. وتوا باش نجيب الداكواز نتاعي الرابعه وباش نحطها فوقهم، وكي العاده باش ننزل عليها بسياسه بسياسه حتى لين تلصق في الكريم هذيك، باش من بعد كي العاده يجيونا الطبقات مزيانين ومرتوبين، وحطيتكوش من الكريم موسلين كيما تراو هكا. وباش نحاول كي العاده نستويها بالبهي بالبهي بسباتول، وباش نعاود زيدا نحط شويه مكا نوغاتين اللي فتفتناه جيد. وراو النوغاتين هوني يزيد الرسيت نتاعنا بنه على بنه. وهذه توا داكواز واحده اخرى، والحقيقه راني ما وريتكمش كيفاش حضرتها، جوست شكلتها بالبوش. نخلي لكم الرابط نتاع الداكواز وحده في صندوق الوصف، باش كان استحقيتوه في روسيت واحده اخرى هاكا يسهل عليكم انكم تلقاوه. حاجه اخرى حبيت نوصيه لكم، راني حطيت ورقه نتاع رودويد في وسط السيرسو نتاعي، تنجموا زيدا تعوضوه بالبابي كويسون، المهم يسهل عليكم انكم تديموليو الجاتو نتاعكم من بعد. وتوا اخر طبقه باش نحطوها باش تكون بالكريم موسلين بغاليني، وباش ندخل الجاتو نتاعي للفريجيدير. انا الحقيقه باش نبيتو ليله كامله، وانتم كان مزروبين هاوكا تخليوه حتى 3-4 سوايع حتى لين يشد روحو بالباهي بالباهي. وهذا الجاتو نتاعي من بعد ما بيت ليله كامله في الفريجيدير، جيت من غدوه خرجته وباش نوريكم الطبقات كيف جاو. توا باش نحي البابي رودويد هذايا، ولا كيما قلت لكم من بكري تنجموا زيدا تستغنيوا عليه وتعوضوها بالبابي كويسون. المهم حطوا حاجه بين السيرسو نتاعكم والجاتو باش من بعد يسهل عليكم انكم تديموليوها. وهذه الجاتو نتاعنا كيفاش جات. قبل ما نبداو نغلفوها من برا حبيت نميلها هكا شويه على جنب باش تشوفوا هكا طبقات اللي عملناهم. وتوا باش نتعدى نغلفها معاكم، جبت نفس الكريم موسلين براليني اللي عملناها، واستعنت بالبوش هذايا باش نحط الطبقه الخفيفه هذيا من برا. حبيت نوريكم الدوي زاده اللي استعملتها، هذايا راهي تعاونكم خير من اللي تستعملوا اسباتول. وجبت توا سباتول صغيره هذه وباش نبدا نستوي الكريم نتاعي. والبارتي هذيا راهي تحب برشا وساعبال، على هذيك قصيتها في المونتاج باش ما نطولش عليكم الفيديو على خاطرها جات طويله برشا. وهذه الجاتو نتاعي من بعد ما حاولت نستويها لو ماكسيموم. وتوا جبت النوازيت كونكاسي هذيا وباش نبدا نلصقها على جنبات كيما تراو هكا بيدي، لبست غواندويت بالطبيعه. وباش نبدا نلصق النوازيت نتاعي هكا باسهل طريقه، وكل اللي باش يطيح على جنبات راني باش نهزه من بعد ونعاود نزين به الجاتو نتاعي. حبيت زاده نقول لكم راهو كان ما كنتش باش تعملوا النوازيت هذيا حاولوا سمحوها من برا بالباهي بالباهي. وتوا تعديت بنفس الكريم موسلين بخاليني نتاعنا، زينتها هكا من برا هاكا نفس الكريم عملناها من في الحشوه نتاع الجاتو نتاعنا وزينا بها زاده من برا. وهذوما الدوائر نتاع النوغاتين اللي شكلناهم باش نجيو توا نزينو بهم الجاتو نتاعنا. هاكا ما نستحقوش نشريو حاجات حاضرين، نستغلوا الحاجات اللي حضرناهم وحدنا ونزينو بهم حتى هما ويعطينا زينه مزيانه برشا. وهذوما زاده شويه نوغاتين هروشتهم بالباهي بالباهي، نجمو زاده راهو تهرسوهم بالمهراس اللوح، وباش نوزعهم على القلب نتاع الجاتو نتاعي كيما تراو هكا في الوسط، وباش ننزل عليهم بالباهي بالباهي حتى لوين يشد النوغاتين هذاك مع الكريم. والحقيقه راني مانيش باش نزيد نزينها اكثر من هكا. وهذه الجاتو نتاعنا حاضره، تشوفوا ما شاء الله قداش محليها وقداش مزيانه ومرطوبه. وحبيت زاده نتعدى انقصها معاكم ونوريكم الديكوب نتاعها من داخل. حاجه اكيد زاده حبيت نوصيه لكم، البارتي اللي حاطينا فيها الكروستيون اكيد راكم لازمكم تعملوا كيفي انا وتحطوها من اللوط على خاطر راهي يابسه، وتنجم انا لا يقدر لو كان تجيو تقصوا تتكسر معاكم وتخسر لكم الجاتو نتاعكم. حابة زيادة نقول لكم راني من بعد ما زينتها حسيت الكريمة سخنت شوية بيدي، حطيتها شوية في الفريجيدير حتى الوين شدت روحها. وهذا الديكوب نتاعها من داخل كيف جاي، وهكا الطبقات اللي عملناهم كيف جاي منظرهم. وما نحكي لكم زيادة على البنة اللي باش تجي فيها. هاني باش نقص معاكم الترانش هذيا وباش نذوقها ونوريكم البات قديش هشوشة والكريمة زيادة قديش هشوشة. حبيت زيادة نوريكم الديكوب مرة واحدة أخرى.
وهذايا الترانش متاعي اللي قاسيتها. شوفوا ما شاء الله الدكواز والكريمه قداش طريين، كيفاش تتقسم معايا فاسيلمون. والبنه الحقيقه راني ما نحكي لكمش، انا هوني حبيت نصور لكم يا اخي تلهيت ناكل قريب نكملها حسيلو وانا قاعده نصور من غير ما نشعر. حسيلو نودكم من شهيكم بالبنه، ننصحكم باش تجربوها سورتو توا راس العام. هيك روسيت مني ليكم، وماش تكون هذيا الروسيت الاخرانيه، استنوني في جاتو واحده اخرى ديجا انكور قاعده تحضر. وهذه البارتي اللي فيها الكروستيون راهي تجي تتقرمش وتزيد الجاتو نتاعنا بنه على بنه. حاجه اخرى حبيت نقولها لكم، راني النوغاتين الكروستيون الفويتين الكريم وحتى الدكواز هبط لكم الغوسيت نتاع كل حاجه فيهم موحدها، باش هكاكا يقعدوا لكم وقت اللي تحبوا ترجعوا لهم، وزيد غاديك باكثر تفاصيل باش ينجحوا معاكم. وهكا نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو، وان شاء الله الرسالة متاعي لكم لليوم تكون عجبتكم ونالت استحسانكم. وما تنساوش كالعاده باش تخليو لي جيم وكومنتير مزيان كيفكم. بارتاجيو الفيديو مع اصحابكم فضلا وليس امرا بالطبيعه. وكانكم ماكمش مشتركين في القناه اعملوا سابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وانا توا ما بقى لي كان باش نقول لكم نتقابلوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي وسلامه.